مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، البرنامج التوعوي الصحي والطبي اللي عم نستضيف فيه أطباء لنحكي عن مواضيع معينة حسب كل اختصاص طبيب. ضيفنا اليوم بالاستديو الدكتور عبد الغني سليمان، اختصاصي بأمراض الصدر وأمراض السلوى الرئوي والربو والحساسية، خريج جامعة دمشق وحائز على البورد السوري من مركز أبحاث الصدر والتدرن من برلين ألمانيا، ومدير المشفى الوطني بالقامشلي سابقا. اسمحوا لنا نحن وانتو نرحب بضيفنا الدكتور عبد الغني سليمان. يسعد مساك دكتور. شكرا ومساكم، والله يعطيكم العافية، شكرا كتير على الدعوة. أهلا وسهلا فيكم دكتور. مستمعينا رح نحكي اليوم باعتبار اختصاص طبيبنا وضيفنا هو الأمراض الصدرية. رح نحكي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، شو هو آخر الفيروس، وكثير من الأسئلة رح نطرحها. أي حدا خطر على باله أي سؤال فيكم تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101. أيضا فيكم عبر الواتساب تنضموا لنا عبر رسالة بالواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر مشاهدين يلي برات البلد فيكم أي سؤال تكتبوا على البث المباشر رح نجاوب على السؤال أكيد بنهاية الحلقة، ورح نكون مسرورين لما تشاركوا رابط برنامجنا لحتى أصدقائكم يستفيدوا من هالمعلومات القيمة اللي رح يذكرها ضيفنا الدكتور عبد الغني سليمان. دكتور، باعتبار يعني صار الكل بيعرف موضوع فيروس كورونا ايمت بدا وليش نسمى هالتسمية، لا ندخل موضوعنا يا ريت تحكي لنا شوي هيك بشكل مختصر ومقتضب عن فيروس كورونا. نعم، مثل ما تفضلت، كورونا موضوع وموضوع بكل شيء، يعني صار سنتين نحن كنا كأطباء ويمكن عامة الناس شغلهم الشاغل كورونا. طبعا هو يعني أكثر حدث صحي يمكن صار هو موضوع الكورونا. الكورونا كلكم تعرفوا أنه بدأ في الصين بمدينة أوهان بآخر شهر، بشهر 12 2019، ولذلك سموه كورونا أو كوفيد 19، كونه أول إصابة ظهرت بهذا الشهر بشهر 12 2019. طبعا من الصين انتشر إلى بقية دول العالم وإجت على شكل موجات، يعني 4 أصناف منه تقريبا. فينا نقول أول موجة سموها ألفا، هاي ظهرت في بريطانيا. الموجة الثانية بيتا ظهرت في جنوب أفريقيا. الموجة الثالثة اللي هي جاما ظهرت في البرازيل. والموجة دلتا اللي هلا نحن تقريبا على أعتاب نهاية الموجة دلتا، هاي ظهرت في الهند. فكل موجة كان لها بعض الخصوصية وهي كلها تشترك يعني تقريبا بمرض واحد هو الكورونا اللي نحن نسميه كوفيد 19 أو كوفيد 19. طبعا نحن هلا مقبلين وإن شاء الله ما تصل عنا على موضوع الأوميكرون. هذا أوميكرون ظهر حديثا في جنوب أفريقيا وبلش ينتشر وبسرعة هائلة إلى بقية دول العالم، يعني يوميا آلاف الإصابات عم تنتشر. نحن متوقع في بلدنا ممكن تصل في أوائل شباط، في خلال شهر شباط ممكن تصل لعنا، لأنه هو سريع الانتشار. وممكن نحكي شوي على أوميكرون هلا فيما بعد أو هلا. تماما دكتور، أكيد قبل ما ندخل لموضوع الفيروس الأوميكرون خلينا نحكي شوي عن حصيلة الإصابات، سواء على مستوى العالمي كمان في إحصائيات كتير كبيرة، لكن على مستوى شمال شرق سوريا 37,000 وكسور إجمالي الإصابات، إجمالي الوفيات 15,000 وكسور، وإجمالي الشفاء أيضا إجمالي الشفاء أيضا كمان 25,000. خلينا نعم. الأرقام هي واضحة عندي. لكن دكتور، الفيروس الميكرون يعني تحت الهواء قبل ما نفوت على الحلقة كمان الدكتور يعني
حقيقة أعطى معلومة جدا رائعة، وهي ربما تكون مبشرة بالخير، أنه هذا فيروس أوميكرون نعم. في مستجدات حوله. نعم. يا ريت لو تحكوا لنا عن هالفيروس هذا وشو راح يكون مدى خطورته أو مدى سرعة انتشاره. نعم. بصراحة أول ما أعلنوا عن أوميكرون صار هيك مثل ما تقول تخوف كتير إنه هو قاتل وهو أعراض شديدة كذا، فكانوا تبين يوم إنه مو هالأعراض الشديدة. نعم. هو فعلا سريع الانتشار، يعني ينتقل بسرعة، بس أعراضه كأنه أخف حدة من المتحورات الأخرى اللي سبقته. فهذا ميزته أنه يعني تقريبا يشبه الرشح إلى حد بعيد، نفس أعراض الرشح العادي، نفس أعراض الإنفلونزا، يعني اللي هي مثلا الإرهاق، السيلان، العطاس، الصداع، التعب العام، يعني نفس أعراض الإنفلونزا تقريبا. وميزته كمان اللي نحن شوي متفائلين انه يكون خطورته اقل، انه هو يصيب الجهاز التنفسي العلوي، يعني ما يصل للرئتين. حلو. ايه، يعني يضل بالانف، بالبلعوم، بالحنجره، بالقصبات، بس ما يصل للرئتين، لانه نحن كل الاصابات اللي كان يصير فيها وفاه وخطوره كان يصير ذات رئه فيروسيه، وذات الرئه الفيروسيه كان يسوي نقص اكسجه ويسوي كذا. فهذا صحيح سريع الانتشار، ممكن يصيب الناس بشكل هائل، بس أعراضه أقل حدة وأقل يعني حالات دخول مستشفى أو أقل كسبب للوفاة. يعني ما راح تستدعي الدخول للمشفى أقل تستدعي، بس أقل، يعني أقل يمكن 70% أقل من الدلتا واللي سبقوه بتدخل مستشفى أو خطورته أقل ودخوله على المشفى أقل ونسبة الوفيات أقل، وربما نسبة الشفاء يعني يكون أسرع. طبعا لما يكون هدول أقل تكون نسبة الشفاء تناسب طردية راح يكون أكيد. يعني قبل ما أجي قريت مقالة لأحد الأخصائيين بأنه هذا ربما يكون الأوميكرون هو لقاح رباني مجاني إن شاء الله. نظريته شو بتقول؟ إنه هذا باعتبار سريع الانتشار ممكن يعني يصير النمط السائد، يعني يصير الناس كلها تقريبا تصل ل 100% انه انصابوا بالاوميكرون. فهذا الاوميكرون بيكون تقريبا هذا نحن بيكون مثل لقاح طبيعي، يعني نعم. كل الناس صار عندهم مناعه، فلما يصير هاي نسميها مناعه الخطيره، لما كلنا يصير عندها مناعه تقريبا بجوز يعني ان شاء الله يكون صحيح انه يكون نهايه الكورونا إن شاء الله على مستوى العالم، يعني هاي احد الآراء يعني، وإن شاء الله تكون صحيحة إن شاء الله. نتأمل أكيد يعني. نعم. أكيد ما في شيء عن فراغ. الأبحاث والمعلومات اللي عم تطلع أكيد ما عن فراغ، فمثل ما ذكرتوا إنه نتأمل إن شاء الله تكون نهاية نعم. فيروس كورونا مثل الجائحات السابقة. نعم. بالسنين السابقة قبل كمان كان يصير يمكن تسمعوا الإنفلونزا الإسبانية. نعم. قتلت كذا مليون. إنفلونزا رشح قديم. نعم. هلا صار مثلا نحن نقول والله رشح، عم يجي الرشح صار مثل يعني شيء عادي، صار يعني فلان والله مرشح فلان. ف يعني الامل معقود على انه كمان الكورونا يصير شيء انه مرض عادي، يعني فلان مصاب بالكورونا يضل كم يوم بالبيت وهذا صحي وراح على البيت. يعني املنا يكون هالنظريه ان شاء الله تكون ان شاء الله صحيحه. دكتور، ممكن انه الانسان ينعدى بفيروس من مصدر حيواني دكتور؟ لانه هذا سؤال يعني قبل ما نجي على اللقاء احد الاشخاص سالني، وانه باعتبار ضيفك راح يكون الدكتور عبد الغني، انه ممكن انه ينعدى شخص من مصدر حيواني. طبعا هو الفيروسات الحيوانية شكل والإنسانية شكل. يعني قبل كان في فيروسات حيوانية ما ممكن يصاب البشر، بس بالفترات الأخيرة السنوات الأخيرة الفيروسات لأنه عندها قدرة هائلة على التحور. فنحن الإنفلونزا الخنازير بتتذكروا، هو بالأساس يصيب الخنازير نتيجة تطور بالفيروس انصاب الإنسان. إنفلونزا الطيور نفس الشيء أيضا. حتى الكورونا كان بلش بالخفافيش وهالامور هاي وتطور صاب البشر، فوارد هالشيء. وارد تماما. دكتور، آثار او خلينا نحكي اذا صح التعبير بالمصطلحات العلميه، عقابيل فيروس كورونا او كوفيد 19 على الاشخاص سواء كانوا المسنين
أو الغير مسنين، لو تحكونا عن هالعقابيل اللي انذكروا الإحصائيات والمعلومات. طبعا كورونا باعتبار هو طبعا بشكل أساسي يصيب الجهاز التنفسي، وتبين فيما بعد يصيب عدة أجهزة، الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والشم والهذا. في بعض الأعراض تطول، يعني هلا مثل في ناس حاسة الشم عندهم تطول كتير، حاسة تذوق تطول، في ناس تروح ما يبين أي عرض. بس نحن الشيء الأهم عندنا كعقابيل هي التليف الرئوي، اللي يصير عندهم ذات رئة فيروسية. بعض الناس طبعا مو كلهم يصير عندهم تليف رئوي. التليف الرئوي يعني يحد شوي من يعني من قدرة الإنسان على التنفس على الكذا، والرئة ما تقوم بوظيفتها على ما تكون أقل يعني. طبعا التليف كمان درجات، يعني في ناس خفيف ما يحسوها، في ناس شديد يعني ممكن يعني. هاي أكثر العقابيل. في أحيانا يعني في ذكرت حالات عصبية نفسية، إنه نوع من الاكتئاب يصير، إنه المريض مر بمرحلة صعبة، يعني هو إنه أنا متت وقمت بعدين تماما، فيصير عنده نوع من الاكتئاب والنواحي النفسية يعني. فكمان هاي أحد الأعراض يعني. بس بشكل عام يعني نحن الكورونا حتى بدايتها كنا نطمن الناس إنه هو 98% من الإصابات شفاء، يبقى 2% هن اللي يصير فيهم وفيات. وهالوفيات كانت تصير بالبداية يعني بالناس اللي عندهم عوامل خطورة. عوامل خطورة شو هي؟ طبعا السن، كان أعمار الكبيرة، الأمراض المزمنة، السكري، الضغط، أمراض القلب، المصابين بالأورام. فهدول كان نسبة الوفيات بين هدول أكثر. ولا هو عموما كان نسبة الوفيات قليل جدا، 2-3%. ونسبة الشفاء حتى بدون ما ياخذ دواء، بدون ما ياخذ شيء، كان تقريبا 97-98%. تماما. حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، أنتوا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا إذاعة بوير FM على الموجة 103.5. فيكم تنضموا لنا. ضيفنا بالاستديو دكتور عبد الغني سليمان، اختصاصي بأمراض الصدر والسل الرئوي والربو والحساسية. أي سؤال بيخطر على بالكم فيكم تشيلوا السماعة وتتصلوا معنا 429 101 093 82 80 81 4 رقم الواتساب. فيكم أيضا عبر رسالة تنضموا عبر برنامجنا، واللي عم يتابعونا برات البلد أيضا عبر أي رسالة فينا نجاوب على سؤالكم أكيد بكل سرور. الدكتور موجود، وهل منبر هذا هو منبر توعوي أكثر ما يكون أنه تشخيصي أو أي شيء. بنتمنى أن نكون الكل يستفيد من هالمعلومات عبر مشاركة رابط الحلقة. الدكتور عبد الغني عم يحكي لنا عن مواضيع مهمة جدا كتير، ونقاط مهمة يعني معلومات مبشرة بالخير حقيقة يعني. دكتور، باعتبارنا ضمن سياق حديثكم أيضا ذكرتوا هالموضوع هذا، لكن حابب هيك بشكل أوسع. باعتبارنا مقبلين على فصل الشتاء والحالات الإصابة بالإنفلونزا أو الجريب إذا صح التعبير، الكل يعني 90% من الناس يعني ما رح يمر الشتاء إلا وينصاب بالرشحة. يا ترى شخص عم يسأل، مستمع عم يسأل حاله هلا، شو الوجه الشبه بين الإصابة بفيروس كورونا والجريب العادي أو الإنفلونزا؟ نعم. طبعا أنا حكيت بالبداية إنه الأعراض يعني تقريبا شبيهة جدا ببعضها، يمكن ما فينا نفرق إلا بتحاليل أو بفحوصات أو بالPCR أو بهذا، ولا هي نفس أعراض الرشح. هذا طبعا الأوميكرون. هلا اللي سبقوه الدلتا والبيتا والجاما، هذول كان في إصابات رئوية تصير، ذات رئة فيروسية بالطبق المحوري الميزة بالPCR، وكان في مثلا أعراض غير الرشح، إسهال أو أعراض هضمية، أعراض هضمية، أعراض عصبية. بس بالنسبة لهاي الإنفلونزا أو الجريب اللي تفضلت فيه، هذا أعراضه تقريبا يعني الأوميكرون نفس أعراض الرشح. في فرق يعني تقريبا ممكن واحد يميزه بالرشح، يعني تقريبا حاسة الشم وحاسة التذوق هدول بيضلوا يعني تقريبا موجودين. بالأوميكرون هدول بينفقدوا يعني، فهدول ممكن يميزوا. ولا فكل يعني صعب جدا تفرق هيك سريريا انه هذا اوميكرون وهذا لا نزلة برد او هذا رشح او هذا قريب.
فالتحليل البي سي ار الخاص بالاوميكرون ممكن يفرق. وكمان في شغله يعني مده الحضانه يعني حكيناها انه كان قبل 5-6 ايام ما تبين على الاعراض. نعم، الاعراض على الشخص. هذا الاوميكرون تقريبا خلال 3 ايام يبين يعني. وفي رشح مرات باليوم الاول رشح، بس هذا الاوميكرون بالذات يعني صعب تفرقه عن الرشح والقريب العادي. مشابه جدا. نعم. دكتور، الإصابات السابقة للمرضى اللي انصابوا بفيروس كورونا يا ترى يعني يعني بيفوت بمثابة أو يكون بمثابة لقاح، أو ربما يعني يتعرض هالمريض هذا لإصابة مثلا إذا انصاب بإلفا ممكن ينصاب ببيتا، أو إذا انصاب ببيتا يمكن ينصاب بجاما وأوميكرون؟ نعم طبعا ممكن، يعني لأنه سلالات هي بس طبعا كل ما انصاب كل ما يصير عنده مناعة أكثر. يعني كأنه هي مثل جرعة لقاح، لأنه كل ما ينصاب يصير عنده أجسام ضدية لفيروس الكورونا. فحتى في يعني بعض الناس يعتبروه أخذ جرعة لقاح يعني. ولذلك هلا نحن المصاب مو شرط ياخذ لقاح. هلا فرضا واحد انصاب اليوم بالكورونا يعني تقريبا ممكن بعد 3 شهور 4 شهور لحتى 6 شهور بعدين ياخذ. ليش؟ جسمه صار في فصير عنده نوع من المناعة. بس حتى إذا انصاب بنوع آخر تكون الأعراض أخف. نسبة دخول المشفى أقل، نسبة الوفيات أقل. حلو. هاي ميزت إنه انصاب أو ما انصاب. تماما. نعم. أكيد رح نتطرق لموضوع الأسئلة على البث المباشر. أكيد. لكن دكتور، إذا شخص عم يسأل إنه إذا خالطت شخص مصاب وما ظهرت عليه الأعراض شو العمل؟ طبعا في يعني نحن الكورونا يعني من يوم ما بلشت لهلا في ناس كتير انصابوا وما دريوا انه انصابوا، لانه في ناس غير عرضيين. كل ما كان خاصة الأطفال، هلا في كتير أطفال انصابوا، أعمار صغيرة انصابوا وما ظهرت عليهم أي أعراض. بس كل واحد مخالط لمريض كورونا يعني مو شرط انه والله انصاب. إذا بده يميز إنه هو انصاب أو لا بده يسوي هذا التحليل تبع PCR أو بده يتحرى الأجسام الضدية تبع الكورونا. فمو شرط إنه أنت خالطت واحد إذا انصبت. ممكن تنصاب بدون أي أعراض. أصلا لما يكون بدون أي أعراض أنت ما راح تسأل إنه أنا انصبت أو ما انصبت. فوارد إنه أنت ممكن تنصاب بس بتكون يا لا عرضي يا تكون أعراض خفيفة. تمام. بس إذا بدك تميز وتركض وراها بدك تسوي هذا التحليل. الشخص هذا يعتبر معدي دكتور؟ الشخص اللي ما ظهر كل واحد تعرض لفيروس خلال 15 يوم تقريبا يكون معدي. ولذلك هلا كثير ناس مثلا تعرف هذا المريض كورونا تتحاشاه. من وين يجيك المرض العدوى؟ من واحد ما عنده أعراض. يجوز هلا تشوف واحد لك صديق بالشارع مرحبا كيفك تتباوس انت وياه ما بتعرف انه هذا، بس واحد تاني مصاب بالكورونا خيو والله ما بدي اروح لعنده هذا مصاب بالكورونا. فهذا وكثير ناس هلا الأطفال هن عدو آبائهم وأمهاتهم من المدارس جابوا المرض للأسف. يعني هلا في ناس يقول لك يا أخي والله ما طلعنا برات البيت أبدا مش من وين إجانا. وهذا الفيروس ميزته إنه ما يجي على بيت حدا، ما يجي يدق الباب أنا جاي، إلا واحد يجيبه على بيته مضيف. فممكن يكون ناس غير عرضيين وينقلوا الفيروس. تماما. دكتور، لو شوي نتطرق لموضوع العلاج، ويعني الفترات الماضية النسب الإصابات كانت كثيرة والحالات كانت جدا يعني قيلة ربما إذا صح التعبير. الأطباء خلينا شوي ربما يكون شوي نقد شوي قاسي. أطباءنا سواء كانوا أطباء الداخلية أو أطباء الصدرية بيتوجهوا لإعطاء الصادات العشوائية المضاد الحيوي اللي الأبحاث ذكرت أنه هل الصادات هاي يعني مؤخرا ما أنا لازم يعني مثال مثلا الروسيفليكس والصادات الحيوية الأخرى كان يحتاج للأزيترو، وأيضا طلعت دراسات أخرى أنه نفت أنه المريض الكورونا ما بيحتاج حتى للأزيترومايسين. لو تحكوا لنا عن آخر مستجدات العلاج لفيروس كورونا للمصاب بفيروس كورونا. مثل ما تفضلت الفيروسات بشكل عام كورونا ولا غير كورونا ما في علاج للفيروسات لهلا. فكرة إعطاء الصادات الحيوية أو المضادات الحيوية إجت من وين؟ إنه
في مرات يصير انتان ثانوي مع الفيروس، يعني يكون في جرثوم مضاف له. فالأطباء اللي عم يعطوا مضاد حيوي خوفا من حدوث انتان ثانوي مع الفيروس، ولا هو مو مشان الفيروس لهلا ما في أي علاج للفيروسات بشكل عام وللكورونا بشكل عام خاص. بس كمان يعني في كمان بشرة جديدة كمان، إنه هلا في شركتين فايزر وميرك هلا يعني أنتجوا دواء حبوب، هذا إنه على أساس يفيد الكورونا 90% تقريبا إن شاء الله. يعني على أساس هلا بهالشهر يبلشوا ينتجوا بأمريكا، هلا ممكن يتوزع بعدين. هذا كمان يعني بارقة أمل لعلاج الكورونا. هذا جديد، حب عادي كل يوم تأخذ لك حبتين، وخلال 5 أيام بتكون تقريبا 90% من الخطورة من الوفيات من دخول المشفى تقريبا تروح. هذا كمان بحث جديد. اسم الدواء اسمه باكسلوفيد. اي طبعا لسه ما انعطى، بس انتج وقيد انه طبعا اول شيء يبلش بدول الانتاج وبعدين يصدروا لدول الباقيه يعني. فهذا كمان من المستجدات، انه هلا انتجوا دواء شركتين وسمحوا لهم، هاي شركه الدواء الغذاء الامريكيه هاي سمحت لهم بانتاجه وتوزيعه وعلاجه. هذا على اساس كمان شيء جديد بالنسبة. أنت تفضلت إنه مستجدات، يعني هذا حب، هو لا هو صعب لا أبر ولا شيء ولا كذا. فالنقطة اللي أنت سألت عن المضادات الحيوية تنعطى فعلا، إلا فقط مشان الانتانات الثانوية، ولا مو إنه خاص لفيروس الكورونا. تمام. وفي ناس ما بيعطوها كمان. هلا أعراض خفيفة، يعني مو كل واحد يعطي روسيفليكس أو يعطي كذا. في ناس أعراض خفيفة جدا يعني. وصار هلا مثل موضة، مريض يجينا دكتور ترى أنا أخذت أزيترومايسين وأخذت سيتامول وأخذت فيتامين وأخذت زنك وأخذت كل شيء. قولوا تمام الله معك خير، ما خلص هاي الخطة العلاجية. طبعا شيء حلو انه يكون المواطن عنده ثقافة، ربما يعني خلينا اذا جاز التعبير ثقافة طبية، ولكن ما يتصرفوا بشكل عشوائي من عند حالهم، ربما تكون يعني لها اضرار ثانية. سبق واستضفنا اطباء حكينا بهالموضوع، موضوع انه الشخص عم يروح يتعالج عند صيدلاني بدون اللجوء للطبيب المختص. هاي النقطة أيضا دائما نذكرها، أنه يعني الجأوا لصاحب العلاقة، الشخص الصحيح. دكتور، لو تحكون عن العوامل الخطورة للمسنين، ذكرتوا أيضا ضمن سياق حديثكم إن هن المرضى الأمراض المزمنة بشكل أوسع، يعني مين هن اللي يكون يعني خوفنا عليهم انه هالاشخاص هذول ممكن يعني يفقدوا حياتهم؟ مثل ما تفضلت انا حكيت بالبدايه انه عوامل خطوره عند مين هي؟ السن، العمر له دور كبير. الامراض المزمنه اللي مثلا انتفاخ الرئه، التهاب قصبات مزمن، السكري، الضغط، امراض القلب، مرضى الغدد، المصابين بالقصور الكلوي المزمن، المصابين بالاورام، المصابين بسرطانات، يعني هذول مناعتهم تكون اقل. هذول معرضين خطورة، يعني نسبة الوفيات بهدول أكثر. يعني نحن ما حكينا أنه 97-98% شفاء، في 2-3% وفيات تكون غالبا بهالفئات اللي هلا ذكرناها. فهدول لازم يعني يكون في رعاية خاصة لهم. هدول ما لازم يخالطوا أي حدا، خاصة بفترة الموجات وبفترة خاصة هلا نقول نحن هذا الأوميكرون يعني جاي لابد يعني، وهذا سريع الانتشار. فهالفئات اللي ذكرتها هدول يفضلوا يعني هن يسووا لحالهم حجر منزلي خاص يعني. تماما. حابب ذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا هلا قارب لقاءنا على النهاية. أي حدا عنده سؤال فيكم تنضموا عبر البرنامج بالرقم الأرضي 429-101، عبر الواتساب 093-82-80-81-4، أيضا عبر البث المباشر بويار عربي. بوجه تحية لجميع المشاهدين اللي عم يشاهدونا، وبخص بالذكر الدكتور رضوان محمد، بيوجه تحية للدكتور عبد الغني، أيضا الأستاذ طلال أيضا بيوجه تحية لكم، وبيتشكرنا على هالبرنامج. ونحن أيضا نتشكركم على حسن المتابعة، وبنتأمل دائما أنه تكون برامجنا عند حسن ظنكم، وأيضا تنال إعجابكم وتستفيدوا من المنبر بوير الثقافي والعلمي. دكتور،
دكتور، موضوع اللقاح أيضا حابين تحكينا عن نعم. اللقاح، باعتبار ذكرتوا موضوع المسنين، ومين هن الأشخاص اللي لازم ياخذوا اللقاح؟ نعم. طبعا اللقاح شيء جديد هو، يعني اللقاح عمر اللقاح كله تقريبا 6-7 أشهر صار. يعني الناس فينا نقول انقسموا لقسمين: ناس متخوفين من أخذ اللقاح، وناس أخذوا اللقاح بأقصى سرعة. طبعا الناحية العلمية أنه أنت تأخذ لقاح. اللقاح إيمتى ينعطى؟ طبعا كل الدول أول ما بلشت باعتبار الكميات اللي أنتجت كان قليلة، فعطوا للفئات اللي نحن ذكرناها أول شيء. بعدين لما يصير عندهم فاض يبلشوا بفئات تانية. مثلا بلشوا أول شيء بالفئات اللي العمر فوق 60، اللي عندهم أمراض خطورة، سكري، ضغط، أمراض قلب، يعني عطوا لهدول. لما صار إنتاج أكثر عطوا لفئات أقل، حتى هلا وصلوا للأطفال، حتى يعني تقريبا عمر 16 سنة. وفي هلا كمان قسم صار يعطوا بين 5 وال16 سنة كمان. فحسب المتوفر. طبعا لما يكون الكمية محدودة، أول شيء تلقح الفئات الأكثر خطورة، اللي هن كمان ضمنهم اللي يشتغلوا بالمجال الصحة. نعم. الأطباء، التمريض، المخدرين، كل شيء يشتغل مجال الصحة، هدول كمان لهم أفضلية لما تكون الكمية محدودة. ولما تكون كمية كبيرة تنزل من فوق وانت نازل، وين انتهيت توقف هونيك. ايه تمام. بس تحت ال5 سنوات يعني ما تقريبا ما له ضرورة يعني. تمام. بس ولا كل الناس يعني يستحب انه يتلقحوا. طبعا دكتور، دائما بلقاءاتنا بنختم لقائنا بنصائح وقائية للمرضى أو للأصحاء حتى أيضا. مجموعة نصائح بنختم لقائنا الممتع، والحقيقة المعلومات القيمة اللي ذكرتوها، مشكور على المعلومات. دكتور، نصائح وقائية للمستمعين. والله النصائح الوقائية نحن على طول نحكيها، وهي أهم من كل شيء تقريبا. يعني يقول لك الوقاية خير من قنطار علاج. يعني أول شغلة مثل أنا حكيت لك قبل شوي، إنه هذا المرض ما يجي يدق باب حدا إنه أنا جاي له، أنت عم تروح تجيبه إلك. فأول شغلة طبعا عدم الاختلاط. العادات المصافحة والمباوسة والتقبيل وما بعرف هالأمور الاجتماعية شوي هاي الحد منها. طبعا النظافة الشخصية ضرورية جدا. غسل الإيدين بالماء والصابون أو بأي مطهر كحولي، يعني هذا كمان ضروري. الكمامة ضرورية جدا جدا جدا. طبعا أماكن اللي فيها ازدحام، أماكن اللي فيها تجمعات، يعني هاي قدر الإمكان واحد يتحاشاها. خاصة نحن مقبلين على هذا الأوميكرون اللي إن شاء الله يكون آخر متحور. فكلها شغلات شخصية، وما يعني ما بتكلف شيء عن المريض. التباعد الاجتماعي، يعني هلا مثلا بيني وبينك متر كافي، يعني متر أو أكثر. وضع الكمامة ولو ما حطيناها هي المفروض نحطها يعني. تمام. الغسل الإيدين. وأي شعور بأي عرض ممكن واحد يراجع الطبيب ويستشير. يعني هاي أهم الشغلات اللي ممكن تمام. إن شاء الله تفيد يعني. آمين إن شاء الله. وخاصة اللي قلنا اللي عندهم عوامل خطورة. يعني كل الناس بدهم وقاية، بس اللي عندهم عوامل خطورة يعني لازم هدول هن يحجروا حالهم بالبيت لبين ما تروح الموجة كمان الأوميكرون. إن شاء الله تكون نهاية الوباء ونرجع طبيعيين، وصارت مثل عقدة مثل ما حكينا، حتى عواقب نفسية صارت الناس يعني. أي والله. مشكور كتير على المعلومات القيمة واللقاء الجميل. دكتور عبد الغني سليمان، اختصاصي بأمراض الصدر والسل الرئوي والربو والحساسية، شكرا لكم. شكرا لكم، والله يعطيكم العافية على هالتوعية والاستضافة تبعكم، وشكرا للمستمعين والمشاهدين تبعكم. شكرا لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة.